وسهلا ومرحبا بكم الناس الكل، إن شاء الله تكونوا بخير يا ربي. اليوم باش نشارك معاكم وصفة 100% تونسية اللي هي بريك الدنوني. أكثرية الأوقات نعتمدوها في شهر رمضان بطريقة سهلة وبسيطة، يجي مقلي وإلا في الفور. الحقيقة أنا نحبذ أنه يكون في الفور. تابعوا معايا الفيديو حتى الآخر وما تنسوش الاشتراك في القناة والإعجاب، ويلا نبداو. أول خطوة بديتها، خذيت صحفة كبيرة حطيت فيها 150 جرام سميد، عليه 150 جرام فارينة، ضفت لها مغرفة صغيرة سكر، حطيت رشة صغيرة ملح، حطيت 13 جرام خميرة كيميائية، خلطت المكونات الجافة الكل مع بعضها. عندي هوني 70 جرام زبدة على حرارة الغرفة، لازم يكون القوام متاعها مايل للذوبان. ندخل الزبدة في السميد والفارينة، نبدأ نبسس في الخليط بيدي من غير ما نعجن، نلم لمين يوليلنا الخليط مرمل بالطريقة هذه. زدتها ما يقارب 3 مغارف كبار زيت زيتونة. من بعد رجعت دخلت في الخليط لم فيه لمين. بعد ما كملت بسست الخليط باش نبدأ نلم فيه بشوية بالماء، نصبوا الماء بشوية، ما نصبوش على دفعة واحدة، نبدأ نلم بشوية ما نعجنوش، نلم لمين بيدي بشوية بشوية. حتى لين نتحصل على قوام هكا بالضبط كما تراو في الفيديو. نحطها في كيس بلاستيكي ونخليها ترتاح على الأقل نص ساعة. للحشو متاع البريك باش نعمل مغرفة كبيرة جوتا، نضيف عليه شوية معدنوس وبصل بعد ما ذبلتهم. حطيت له جبن المتوفر عندك تنجم تحطه. حطيت كعبتين عظم بعد ما خسيتهم طرف صغار، شوية كبار. من بعد ضفت له مغرفة كبيرة طن. خلطت المكونات الكل مع بعضهم. خذيت العجينة متاعي بعد ما خليتها تخمر أكثر من نص ساعة، حليتها بالقلقال. لازم يكون السمك متاع الكعبة هكا بين البنين، لا هو خشين ولا هو رقيق. ناخذ الكعبة نحط لها شوية من الخليط اللي عملته، ومن بعد نسكر عليها بالطريقة هذه. ناخذ فرشيطة ونبدأ نعمل لها في الأحراف بالطريقة هذه، وهكا نكون تحصلت على شكل النهائي. طريقة التشكيل سهلة وما تطلبش برشا وقت. كملت الكعبات الكل على نفس الطريقة. إذا كان مش متوفر عندك القالب، الطريقة هذه متاع تشكيل الكعبات تكون أضمن وأرتب. كملت الكعبات الكل على نفس الطريقة، حطيتهم في طبق متاع الفور. أخذت أصفر العظمة ومغرفتين حليب كبار، خلطتهم مع بعضهم وبدهنت بهم الكعبات من فوق. من بعد خديت كعبات سينوج وبديت نزين فيهم بالطريقة هذه. حطيته في الفور على درجة حرارة 180 درجة 15 دقيقة وخرجته. وهكا كعبات الدنوني متاعنا يكونوا حاضرين. ان شاء الله تعجبكم طريقتي وتجربوها. ما تنسوش تخليوا لي جيم وكومنتير. نخليكم الناس الكل على خير ان شاء الله، ونقول لكم باي باي في فيديو جديد ان شاء الله.